والسلام الله عليكم يا جماعة الخير، تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. صحابي خوتي وخواتاتي، هاني جيت. اليوم قصتنا غتدوي على واحد الجريمة من أبشع الجرائم اللي دازو في المغرب، وبالضبط في مدينة تازة. ولكن قبل ما نمشيو نتصنتوا هاد القصة هادي، غتجيب ليا كيف ديما واحد الكاس ديال القهوة، حطوا ليا حداك ودير شي كيتمان يكونوا كيسمعوا مزيان، وجلس في بلاصة ما يكونش فيها الصداع. إلا كنتي موجود يلا نمشيو كاملين نتصنتوا القصة تاع الفيرما الملعونة. وقعت الجريمة في واحد الفيرما كانت في النواحي ديال المدينة. هاد الفيرما كان كيكرا مولاها للناس اللي كيفلحوا. واحد النهار كان مولاها عرضها للكرا، جا شافها واحد السيد من الدوارنيت عجباتو هو يكريها من عنده. مع الوقت قرر يشراها من عند مولاها، ومن بعد ما شراها بدا كيصاوب فيها وعاودها كاملة. نسيت ما قلت لكم هاد الفيرما هادي ما فيهاش البيع، كانوا كيسقيو من السقايه ولا من الواد. شاف ديك الطريقه تقليديه وكتاخذ الوقت. هنايا قرر انه يحفر البير، ولكن سيدنا الغريب في هذا الشيء هو منين دوك الحفاره كانوا كيحفروا في البير لقاو واحد الجثه مدفونه تما. الخدامه في هذه اللحظه هذه منين شافوا ديك الجثه مدفونه تماك حبسوا الحفار وما يمشيو كيجريو، قالوا للمول الفيرما. ديك اللحظه مشى كيجري هو عند البوليس. ديك لا راه بهذا الشيء اللي واقع. جاو في البلاصه، جات الشرطه العلميه وجات الطب الشرعي للفيرما. اثارهم الفضول وبغاو يعرفوا كيفاش هذيك الجثه مدفونه تماك، وحتى شي حد ما ساق لها الاخبار. من بعد مشاو جابوا مول الفيرما الاولاني، بقاو كيحققوا معاه. هو يجاوبهم قال لهم والله ما فراسي والو، كون ما قلتوهاش لي نتوما دابا ما كانش غتكون كاع فراسي ولا غادي نسيق لها الاخبار. المهم سيادنا هنايا خرجوا الجثه من الحفره وما طلعوها في سياره نقل الاموات. من بعد بزاف ديال الابحاث وديال التحارير ما قدروش يوصلوا للجثه ولا الهويه ديالها ولا ديال الثمن، حين حتى من الملامح ديال الوجه ما لقاوش حتى دليل اللي يقدر يوصلهم راس الخير. ولكن سيادنا المشكله ماشي المشكله هو ان صاحب المزرعه قبل ما يبيع على هذا السيد كان تيكريها لبزاف ديال الناس، يعني ولاو المشتبهين فيهم كتار وصعيب تلقى مول هذا الفعل. وكيف عارفين هذه القصه هي قضيه روح وما خاصهاش تاخر. الا جاو كيعيطوا لهم واحد بواحد ويحققوا معاهم انا غادي يكونوا تيضيعوا بزاف الوقت. رجعوا للفيرما وما يبداو كيحفروا وقالوا على الله لقاو شي دليل اللي يقدر يوصلنا ولا يعاوننا في القضيه. وهما خدامين كيحفروا سيدنا شويه وما يتصدموا، شافوا ثلاثه الجثث اخرين قدامهم. يعني دابا هنايا ولاو 4 الجثث. وكيف كنقولوا الروح عزيزه عند الله. بين 3 ديال الجثث اللي لقاو كاينه الجثه تاع واحد السيد اللي باقي كاينه معاه لاكارت ناسيونال ديالو، وهما كيقلبوا حتى لقاوه معلق واحد السلسله ومكتوب فيها السميه ديال واحد المراه. من بعد ما تعمقوا في البحث وقارنوا السميه اللي كاينه في السلسله مع السميه اللي كاينه في لاكارت، لقاوه انها السميه ديال تمو اللي كاينه في ديك السلسله. هنا منين تعرفوا على الهويه ديال هذا الراجل وعرفوا شكون هو، مشاو وهما يعتقلوا كاع دوك الناس اللي كان كاري لهم داك السيد ديك الفيرما. بداو كيبحثوا وكيقلبوا باش يعرفوا من امتى هذا الراجل هو مدفون وامتى هو غابر من داره. المصيبه الكبيره سيدنا ماشي هنايا، المصيبه الكبيره هو انه من بعد البحوث ديال الطب الشرعي بين ان دوك 3 الجثث اللي كانوا مدفونين دفنوه هما حيين. انا القضيه بدات تكبر حيت كانوا مربوطين لهم يديهم ورجليهم وكانوا عينيهم مغمضين لهم بواحد الزيت. المهم سيادنا بقاو كيبحثوا وكيشوفوا شكون هما الناس اللي عندهم علاقه بهم. جابوا 36 واحد كيف قلت لكم، جابوا كاع دوك الناس اللي كانوا كارين ديك الفيرما. وهنايا بدات الشكوك ديال البوليس كتكبر. منين بحثوا ولقاو ان دوك الناس الميتين كل واحد فيهم شنو كيدير، اللي كان بناي، اللي كان قباص، اللي كان عنده حانوت ديال التجاره، اللي كانت عنده متجر تاع الالكترونيات، كل واحد فيهم واش كيدير. السؤال المطروح هو كيفاش جمعوهم كاملين في ديك البلاصه وقتلوهم بديك الطريقه ودفنوهم في حفره وحده. ولكن سيادنا الموضوع كامل ما نفهمش وما واضحش، يعني كاع دوك الناس اللي قبضوا وحققوا معاهم حتى شي واحد فيهم ما بغاش يعترف ولا بيقر ولا بيقول انه عنده علاقه بديك الجريمه. فعلا منين تعمقوا البوليس في البحث لقاو حتى شي واحد ما عنده علاقه بديك الجريمه، وحتى شي واحد ما فراسو ولا كان عارف كيفاش تقتلوا ولا علاش تقتلوا. من بعد بحث طويل تبين انه تقريبا كانوا شي 4 سنين وهما غابرين. هنايا البوليس من بعد ما حددوا تاريخ الاختفاء ديال دوك الجثث يقلبوا على دوك الناس كاملين اللي كانوا كاريين ديك الفيرما في ذاك الوقت بالضبط ويجيبوهم باش يعاودوا معاهم التحقيق ثاني من جديد. هنا بداو كيحققوا معاهم مزيان، بداو كيحققوا مع اي واحد، كيحققوا مع هذا كيساليو منه كيصيفطوه وكيجيبوا الاخر، حتى وصلوا لواحد خونا هو اللي اثار الشكوك ديالهم حين تبان لهم انه كيدخل وكيخرج في الهضره وما مزكيش هضرته. كان ولد الدوار، بقاو معاه تقريبا شي 3 ايام ما كيحققوا معاه، كيدخلوا ليه من هنا وكيخرجوا ليه من هنا، كيدخلوا ليه من هنا وكيخرجوا ليه من هنا، بزز وبزج باش اعترف لهم وقال لهم الحقيقه. قال لهم هاد الناس اللي ماتوا، هاد الناس اللي محيرينكم انا اللي قتلتهم وكنعرفهم كاملين وانا اللي درت فيهم ديك الحاله وما كرهتش ندير فيهم كتر وكتر. هنايا بدا كيعاود ليهم قال لهم حنا كنا داخلين 5 في ديك الفيرما كنا مشتركين فيها
وكنا دايرين فيها الغله، كنا كنجنيو، كنا كنبيعو وكنشريو، كانت سلعتنا كطور في البلاد كامله. انا اللي مسير هذاك الشيء كامل، وكنت كنسهر عليه بالليل وبالنهار. كنا خدامين مزيان لدرجه كنا كنخرجوا الذهب ماشي الفلوس من ديك الارض. ولكني مع الوقت عرفتهم باللي كانوا كيستغلوني وكيتفلاو عليا، كانوا كيبيعوا وكيشريو مورايا وانا ما جايب الدنيا اخبار. في واحد النهار كنا مجموعين جالسين مقصرين في ديك الفيرما، وفي ذاك النهار بالضبط ما كنتش على برج، كان مغير عندي الجو وكثرت من الشراب، وكانوا نيت معايا جوج ديال الدراري صحابي من المدينه. شربنا كاملين وكثرنا بزاف لدرجه ما بقيناش عارفين لا اش كنديروا ولا اش كنقول. تناقشنا واحد المناقشه كبيره، فقدت اعصابي وما كنتش في الوعي ديالي. بدا هو كيكثر في الهضره، انا بلا ما نشعر هزيت الموس وانا نضربو ليه في قلبه، طاح في البلاصه. في ديك اللحظه كاملهم وقفوا ما فهموا والو، ولكن انا حاولت نبرد السوق وندير بحال ما واقع والو. وحنا جالسين اتفقت مع دوك جوج دراري صحابي وقلت لهم اش بان لكم نديروا الفنيد ديال النعاس لهاد ثلاثه الاخرين اللي باقي جالسين معانا. هي هذيك شربنا عليهم وقلت لهم يدهناو راه ما واقع والو، نتوما لكم والو في هذا الشيء، وهاد خونا هذا اللي طايح راه غادي ندفنوه وغادي ندهنوه من الجثه ديالو ومريضنا ما عنده باس. غير هو وعدوني باللي ما تقولوا والو، وهذا الشيء كامل اللي وقع يبقى بيناتنا. قالوا ليه غير دهنا، هذا الشيء ما غاديش يخرج، واصلا كل شيء وقع غير بالغلط. ولكني هو واخا هكاك ما ارتاحش لديك الهضره ديالته، وشاك بهم انهم غادي يعطيو به في اي لحظه. قال مشيت زدت الشراب وزينت الجو وانا نطلع عليهم من لاطوس ديال الفاني، شربتو ليهم. بقينا جالسين كنضحكوا شادين الطبيعه بحال ما واقع والو. شويه وهما جالسين تنعسوا بثلاثه، وفي هذه اللحظه بالضبط نط انا ودوك جوج دراري صحابي، ربطناهم من يديهم ومن رجليهم وغمضنا لهم عينيهم ورميناهم في نفس الحفره فين دفنا صاحبهم الاولاني. يعني شوفوا تخيلوا معايا سيادنا شنو يقدر يدير بني ادم الا كان فاقد الوعي ديالو. ملي سالوا معاهم التحقيق دوزوهم للمحكمه، وفي المحكمه حكمت عليهم داك اللي قتل الاولاني ضربته ب 30 سنه، ودوك جوج ديال الدراري صحابو اللي تعاونوا معاه في الجرائم ديالو مع دوك جوج الجثات ضربوهم 20 سنه لواحد. الله يجيب الصحه والسلامه. وهنا زدت الملف ديال المزرعه الملعونه، وكل واحد فيهم خد داكشي اللي كيستحق. والمغزى من هذه القصه هذه وما ديرش اي واحد صديقك وحبيبك وما تثقش في اي واحد. كيف العاده سيدنا وصلنا لنهايه القصه اليوم. الا عجبتكم القصه ما تنساوش تشاركوها مع اصحابكم واشتركوا عندي في القناه وعاونوني بلايك. والناس اللي باقي ما تفرجوش في القصص الاولين غيطلعوا لكم هنا في نهايه الفيديو. كان معكم خوكم المزواري، نتمنى لكم فرجه ممتعه ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.